بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل فرخه كده مكرونه مع بعض. البصل والطماطم، معلش اعذروني عندي برد وكنت تعبان. طبعا انا كنت انتجها صغير. انا كنت متبله الفرخه من على بيات، وتبلت الخضار وبحطه في الصينيه. قلت اما اصور، والله ده اللي حصل. حتى انا مصوره بالطول، غلطت يعني. فبوريكم ان اجزاء الفراخ اهي مخليه من العظم. انا لما بحب احطها في الصينيه بخليها من العظم، بس انا كنت بصراحه دي كنت هشويها، بس قمت استسهلت يعني الوقت وكده وحطيتها في الصينيه. انا متبلاها بجميع البهارات وميه البصل وكده، وحطيتها على وش الصينيه، وحطيتها في صينيه اللي هي بتاعت الكيكه دي. حطيتها في الفرن، ولما تتحمر هقلبها على الوش التاني زي ما انتوا هتشوفوا يعني. كده الصينيه عندي جاهزه اهيت. جميع البهارات اللي عندك حطها فيها. هنا بعمل معاها حبة رز بالبهارات والكركم، بس أنا بحب أعمله أصفر. أنا مش بحب يبقى لونه أصفر أوي كده، أنا بحب يبقى لونه إيه، غامق يعني، على بني كده. وحطيت هنا لسان عصفور برضه يتحمص مع البصلة كده، وهحط برضه بهارات الرز، وهحط الزيادة اللي هو الكركم، وأقوم بقى نازلة بالرز وهسيبه ده بقى على ما يستوى تكون الفراخ خلصت. هي أكلة سهلة وبسيطة، وبالذات لما تكوني متبلها من على بيتك أو قايمة الصبح وعارفة إن أنت هتعملي أكل سهل، بيبقى اليوم ماشي إيه سهل يعني. هحط معلقتين صلصة عشان زي ما بقول لكم أنا عايزة لونها مش بالكركم اللي هو يبقى الفاقع القوي ده، أنا مش بحب اللون الأصفر القوي ده. حطيت الكركم هنا أهو، وهحط بابريكا، وهحط فلفل، وهحط سبع بهارات، وهحط كمان اللي هو الكاري. نقص البهارات ما جتش، بس انا حطيتها تقريبا بعد ما قلبت الرز. حطيت ملح، والرز بيبقى لونه عامل ازاي. مش بحبه انا اللون اللي هو الفاقع القوي ده بتاع الكركم، وبشوحه كده شويه، وبعدين بحط الميه وبسيبه بقى ده مع نفسه على ما انا اخلص ايه. كنت هنا حاطط البهارات. ما علينا، هنا اهو كنت بقلبه، وهغطيه بقى وهسيبه ده ايه يتردد براحته ويستوي. نرجع بقى للفراخ نشوف هنعمل فيها ايه في الفرن. انا حاطاها في الفرن بتغلي اهي، هسيبها مع نفسها كده تستوي وتاخد وتدي مع بعض. على فكرة انا كنت مغطياها جوه الفرن، وبعدين كشفتها عشان تاخد اللون بتاعها ده هنا، وانا بقلبها على الجنب التاني عشان تبقى من فوق متحمرة يعني. هسيبها مش هتاخد ربع ساعة على التحمير التاني، ولو طلعت وفيها خصوصها يعني زيادة بحطها على البوتاجاز من فوق، بس انا عايزاها ناشفة. تقريبا انا طلعتها فوق اهو. الرز شوفوا زي ما انتوا شايفين مفلفل وجميل والصينية نشفت برضو اهي زي ما انا قلت لكم. وخلاص كده، هي اكلة بسرعة يعني سهلة يعني. كده بقى هنغرف وتفضلوا معانا، واقول لكم في اخر الفيديو مع السلامة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.